وصفة اليوم هليلات البيمو، حلوى جزائرية تقليدية يحضروها بزاف في ولاية تلمسان. إن شاء الله تعجبكم الوصفة ويلا نبداو على بركة الله. عندي كيلة تاع البيض، أنا عبرت بفنجان صغير كما تقدروا تعبروا بالكاس. كيلة تاع السكر، إذا ما تبوش الحلاوة بزاف نقصوا شوية. كيلة تاع الزيت مبشور الليمون، وهنا كيلة تاع بسكوي بيمو مطحون. مغرف كبيرة تاع الدجاج محمص، كما تقدروا تعوضوها بأي نوع مكسرات يكون متوفر عندكم. نخلطو مليح بالباتر هاد المكونات جيدا حتى يتجانس الخليط. نزيد عليها مغرف صغيرة تاع خميرة الحلويات، رشة تاع الملح وملعقة صغيرة تاع لافاني. نزيدو الفرينة تدريجيا حتى نتصلوا العجينة تلتصق باليد. الكمية درت حوالي 6 ملاعق، طبعا تختلف الكمية على حسب نوعية الفرينة. العجينة هذا هو القوام تاعها اللي نتحصلوا عليه. نبداو نخدموا بها مباشرة. نصيحة لبنات اي عجينة فيها اضافات دائما خلوها طرية، لانه من بعد راح تزيد تتشرب. دهنت يديا بالزيت حتى تجيني سهلة في التشكيل. رمتها في البيمو، شكلتها هليلات ودخلتها تطيب على درجة حرارة متوسطة. الفرن تكونوا شعلتوه يسخن مسبقا واحد 5 دقائق، وتدخلوها طيب. تشعلوا ليها من تحت فقط، كي تكتسب هذاك اللون الذهبي تطفيه وتشعلوه من الفوق. هاد الحلوى ما تديش وقت بزاف في الطياب، اقل من 10 دقائق تكون طايبه، خاصه اذا شعلتوا الفرن يسخن مسبقا. تجي معلكه من الداخل ومقرمشه من برا. نتمنى انكم تجربوها وتشاركوني بتطبيقاتكم. اذا عجبتكم الوصفه بارطاجوها وديروا جيم حتى تعم الفائده، ونتلاقاو في فيديو جديد. سلام.